السلام عليكم ومرحبا بكم في قصة جديدة من قناتنا. اليوم غادي نحكيو لكم على قصة كريم، شاب مغربي عايش حيرة كبيرة بين إنه يشري دار ديالو أو يبقى عايش مع والديه. هذه قصة كتعيشها بزاف ديال العائلات المغربية، وكل واحد عنده رأيه وتفكيره. كريم شاب عنده 32 عام، خدام في شركة كبيرة في الدار البيضاء، وكيجيه راتب مزيان الحمد لله. من سنين وهو كيحلم بأنه يكون عنده الدار ديالو، بلاصة خاصة به يقدر يديرها على ذوقه ويعيش فيها براحته. ولكن في نفس الوقت كريم عايش مع والديه في دار عائلية كبيرة في حي راقي، وعنده علاقة قوية معاهم، وباباه وماماه كيبغيوه بزاف وكيحسوا براحة كبيرة ملي كيشوفوه كل يوم. واحد النهار كريم كان جالس مع صاحبه يوسف في كافيه، وبداو كيهضروا على هذا الموضوع. يوسف قال ليه: واخا خويا كريم، انا نصحتك تشري الدار ديالك، راك كبرتي وخاصك الحياة ديالك الخاصة، ما يمكنش تبقى عايش مع الوالدين ديالك الموت. كريم جاوبو: والله يا يوسف أنا فاهم شنو كتقول، ولكن الوالدين ديالي كبروا في العمر وأنا الولد الوحيد عندهم، واش نخليهم بوحدهم؟ يوسف رجع قال ليه: ولكن واش غادي تضحي بحياتك كاملة؟ شنو غادي يوقع ملي تبغي تزوج؟ مرتك غادي تبغي تعيش مع والديك؟ وواش غادي تقدر تربي الدراري ديالك في دار واحد فيها جوج عائلات؟ كلام يوسف دخل لراس كريم بزاف، وبدا كيفكر بجدية في هذا الموضوع. رجع كريم للدار ولقى ماماه جالسة في الصالون كتشوف التلفازة، قعد حداها وبدا كيهضر معاها. قال لها: ماما، بغيت نهضر معاك في حاجة مهمة. الأم ديالو ضحكات وقالت ليه: قول ولدي، واش كاين شي حاجة كتقلقك؟ كريم نزل راسو وقال: ماما، أنا كنفكر باش نشري دار ديالي، راني كبرت وخاصني نستقل. الأم ديالو سكتات شوية وكانت كتشوف في عينيه، وبعد شوية قالت ليه: يا ولدي، أنا وباباك ما كنبغيوش نحبسوك، إلا كنتي كتشوف أن الوقت جا باش تمشي حنا ما غاديش نوقفوك، ولكن عرف أن هاد الدار ديالك وحنا كنفرحوا بيك كل يوم والحمد لله. كريم حس براسو مقلوب، لحقاش كان كيتوقع أن ماما غادي تكون فاهمة هكذا. الأيام مشاو وكريم بدا كيقلب على شقة باش يشريها. دار واحد العقار وشاف بزاف ديال الشقق، شي وحدة غالية بزاف وشي وحدة صغيرة وماشي مزيانة وشي وحدة بعيدة على الخدمة ديالو. وفي واحد النهار لقى شقة مزيانة في حي راقي، 3 ديال البيوت، صالون كبير ومطبخ عصري. السومة ديالها كان 800 ألف درهم. رجع كريم للدار وبدا كيحسب فلوسه، كان عنده 300 ألف درهم مجموعين من سنين ديال الخدمة، ومحتاج ياخد قرض من البنك للباقي. مشى للبنك وطلب قرض سكني. الموظف في البنك قال ليه: خاصك تخلص كل شهر 4500 درهم لمدة 15 عام. كريم بدا كيحسب، الراتب ديالو هو 12000 درهم، ومن بعد ما يخلص القسط ديال البنكة والفواتير والماكلة والتنقل ما غاديش يبقى ليه بزاف. رجع لماماه وحكى لها على كل شيء. قالت له: يا ولدي، الحياة صعيبة والفلوس خاصها تكون مخدومة بعقل. شوف، إلا بقيتي هنا ما غاديش تخلص كرا ولا قرض، وغادي تقدر تجمع الفلوس ديالك مزيان، وملي تتزوج وقتها تقدر تشري دار أكبر بالفلوس اللي جمعتي. كريم قال لها: ولكن ماما، أنا بغيت الاستقلالية ديالي وبغيت نحس براسي راجل مسؤول على حياته. الأم ديالو ضحكات وقالت له: يا ولدي، المسؤولية ماشي غير باش تشري دار، المسؤولية هي باش تكون عاقل في القرارات ديالك وتفكر في المستقبل ديالك مزيان. شوف، إلا شريتي الدار دابا غادي تبقى محبوس في القرض ل20 عام. إلا جاك شي مرض أو شي مشكلة شكون غادي يعاونك؟ ولكن إلا بقيتي هنا غادي يكون عندك الدعم ديال العائلة ديالك، وغادي تقدر تجمع الفلوس ديالك وتستثمرها في شي مشروع أحسن. كريم بدا كيفكر في كلام ماماه، هي كانت عندها الحق في بزاف ديال الحوايج، ولكن في نفس الوقت كان عنده هذا الشعور أنه خاصو يستقل ويعيش الحياة ديالو بطريقته. مشى عند باباه وحكى معاه. الأب ديالو كان جالس كيقرا الجريدة ونظر ليه وقال ليه: يا ولدي، أنا فهمتك، أنا في العمر ديالك كانت كنحس بنفس الشعور، ولكن خليني نقول لك حاجة، واحد الدار ماشي غير 4 ديال الحوايط، واحد الدار هي السكنة والاستقرار.
وإلا ما عندكش الاستقرار المادي الدار غادي تولي عبء عليك ما كان فرحة. الأب ديالو كمل قال شوف يا ولدي، الحياة ماشي سباق، ما خصكش تحس أنك خاصك دير كل شيء بسرعة. إلا بقيتي هنا معانا غادي تجمع الفلوس ديالك وغادي تستثمر في شي مشروع يجيب لك دخل إضافي، وملي تكون مستعد وقتها تقدر تشري الدار اللي بغيتي بدون ما تدخل في الديون. كريم حس أن باباه كيهضر من تجربة ومن القلب، ولكن القلق اللي كان عند كريم هو شنو غادي يقولوا الناس. في المجتمع المغربي بزاف ديال الناس كيشوفوا أن الراجل خاصو يستقل بدارو ملي يكبر، وإلا بقى عايش مع والديه كيقولوا عليه أنه مامي أو أنه ما قدش يعتمد على راسو. هاد الضغط الاجتماعي كان كيأثر على كريم بزاف. واحد النهار كريم مشى عند خالو، راجل عاقل وعنده تجربة كبيرة في الحياة، حكى لي على المشكل ديالو. الخال ديالو ضحك وقال ليه يا ولدي، الناس كيهضروا على كل شيء، ولو ديرها كيهضروا ولو ما ديرهاش كيهضروا، المهم هو أنك تكون مرتاح مع القرار ديالك. شوف، أنا عشت مع الوالدين ديالي حتى عندي 35 عام وجمعت الفلوس ديالي وشريت دار كبيرة ودابا عايش براحة، ولكن لولا كنت شريت الدار بسرعة كنت دابا مخنوق بالديون. الخال ديالو كمل قال المهم ماشي شنو كيقولوا الناس، المهم شنو انت بغيتي وشنو كيناسبك. إلا كنتي كتشوف أن الوقت مازال ما جا، بقى مع الوالدين ديالك وجمع الفلوس ديالك. وإلا كنتي كتحس أنك خاصك الاستقلالية دابا حتى ولو غادي يكلفك بزاف، مشي وشري الدار ديالك، ولكن كون صريح مع راسك. كريم رجع للدار وبدا كيفكر في كل شيء. قرر أنه غادي يعمل لائحة الإيجابيات والسلبيات ديال كل قرار. كتب الإيجابيات: الاستقلالية، الحرية، الخصوصية، استثمار في المستقبل. السلبيات: القرض الكبير، المسؤولية المالية، ابتعاد على الوالدين، الضرق مادي كل شهر. بقاء مع الوالدين: الإيجابيات توفير الفلوس، الدعم العائلي، راحة البال، قرب من الوالدين اللي كبروا في العمر. السلبيات: قلة الاستقلالية والضغط الاجتماعي والصعوبة في الزواج المستقبلي. بعد ما كتب هذه اللائحة كريم بدا كيشوف بوضوح. قرر أنه غادي يبقى مع الوالدين ديالو لمدة 3 سنوات أخرين، وفي هذا الوقت غادي يجمع فلوس كتر وغادي يستثمر في مشروع صغير باش يزيد دخله. وملي تكون عنده قاعدة مالية قوية وقتها غادي يشري الدار اللي بغاها بدون ما يحس بالضغط. حكى لماماه وباباه على القرار ديالو وفرحوا بيه بزاف. قالوا له يا ولدي، حنا فخورين بيك لحقاش قريتي قرار عاقل، وكون متأكد أن حنا هنا معاك وغادي نعاونوك في كل شيء. كريم حس براحة كبيرة في قلبه وعرف أنه دار القرار الصح. القصة ديال كريم كتعلمنا أن ما كاينش قرار صح أو غلط، كاين غير القرار اللي كيناسب كل واحد حسب الظروف ديالو. بعض الناس كيفضلوا الاستقلالية حتى ولو كلفتهم بزاف، وبعض الناس كيفضلوا الاستقرار العائلي والتوفير المادي. المهم هو أن كل واحد يكون صريح مع راسه ويفكر مزيان قبل ما ياخد أي قرار كبير في حياته. دابا بغيت نسمع رأيكم انتم اللي كتسمعونا، علقوا في التعليقات وجاوبوا على هذه الأسئلة. انتم شنو رأيكم في القرار ديال كريم؟ واش كان خاصو يبقى مع الوالديه أو يشري الدار ديالو؟ واش عشتوا نفس الموقف؟ وشنو كان القرار ديالكم؟ شنو هي الأولويات اللي خاص نديروا بالنا عليهم قبل ما ناخدوا قرار كبير بحال هكا؟ واش كتشوفوا أن المجتمع المغربي كيضغط على الشباب باش يستقلوا بسرعة؟ وشنو رأيكم في هذا الموضوع؟ وشنو نصائحكم للشباب اللي كيعيشوا نفس الحيرة؟ ما تنساوش ديروا لايك للفيديو وتشتركوا سبسكرايب في القناة باش يوصلكم كل جديد. شكرا لكم على المتابعة والله يحفظكم.